إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتنة عظيمة جليلة هي أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة، من فتنة حذرها نوح قومه وحذرها موسى قومه، وكان أشدهم تحذيراً وإنذاراً منها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً. نعم إخوة الإيمان، إنها فتنة المسيح الدجال، الفتنة العمياء الطغماء التي ينخدع فيها كثير من البشر وفئام من الخلق إلا من عصمهم الله جل وعلا منهم ومن شره. لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتنة بأخبار كثيرة، وأخبرنا عن علامات تكون قبل خروج الدجال، ومن ذلك كثرة الزلازل والمحن وكثرة الخسوف والكسوف. ومن ذلك أيضاً أنه لا يخرج الدجال حتى تأتي 3 سنوات خداعات تمسك فيها السماء ثلث مائها، ثم في السنة الثانية تمسك ثلثي مائها، ثم في السنة الثالثة لا تقطر السماء من مائها شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. أيها الإخوة، من المخيف وعظيم الفتنة أنه يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم واختلاف بين الناس وفرقة، وإن لقرب وقته وإبان خروجه علامات وأسبابا وهنات يتلو بعضهن بعضا حذو النعل بالنعل من التهاون بالصلوات وإضاعة الأمانات، وفتن يكون فيها الظلم فخرا ويكثر الفجرة والخونة والظلمة والفسقة، يفشو الزنا ويظهر الربا وتقطع الأرحام وتتخذ القينات أي المغنيات وتشرب الخمور وتنقض العهود ويأكل الناس الرشوة ويستخفون بالدماء ويتطاول السفهاء وتتجر المرأة مع زوجها حرصاً على الدنيا، ويتشبه النساء بالرجال ويتشبه الرجال بالنساء ويلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، وتكون القلوب أمر من الصبر
والألسنة أحلى من العسل، والسرائر أنتن من الجيف، ويلتمس الفقه لغير الدين، وتنقض عرى الإسلام عروة عروة، وتكون الدنيا بيد لكع ابن لكع وهو الأحمق اللئيم. وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ويتقلبون في أعطاف النعيم. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ثم تبقى مقاماتهم فارغة لا يملأها إلا من دونهم، ولا يخلفهم إلا من لا يصلح أن يكون تلميذا من تلاميذهم. يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج وهو القتل. يتطاولون على الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين. ومن أعظم الفتن أنه لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. هكذا ورد الخبر مرفوعا. روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن خبره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. نعم أيها المؤمنون، ينشغل الناس بأهوائهم ولعبهم وجمعهم وأموالهم وأولادهم حتى يذهلوا عن الدجال، لا ينسونه ولكن يذهلوا عن خبره، وتترك الأئمة والمدرسون والوعاظ والخطباء خبره على منابرهم. روى النواس بن سمعان رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي خارج على حين غرة وحين فجاه. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبر الدجال فشدد فيه وخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، حتى تغيرت وجوه أصحابه رضي الله عنه تأثرا بما سمعوا منه. فلما راحوا إليه قال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت ورفعت وزدت ونقص. قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. سيخرج الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فينا ولا معنا، لأنه صلى الله عليه وسلم مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم، فاستخلف الله على كل مسلم أن يقيه فتنة المسيح الدجال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنته فذكر شيئا عظيما رهيبا. قال: يمر على الناس ثم يأمر السماء عليهم فتمطر، ثم يمر عليهم ويأمر الأرض لهم فتنبت إذا أطاعوا إلى قوله بأنه رب العالمين، ويمر على الناس المنعمين المرغدين فيدعوهم فلا يستجيبون له، فيأمر السماء عليهم فتمسك، ويأمر الأرض لهم فتجدب، فلا يغادرهم إلا وهم ممحلين مقحطين، ليس في أيديهم من أموالهم شيء. ويمر على الخربة فيقول: اتبعيني بكنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كأنها يعاسيب النحل، معه جنة ونار، أما جنته فنار تلظى
وأما ناره فماء بارد معه جبال من خبز وجبال من لحم. أيها المؤمنون، لأن زمانه وأوانه وقت جدب عظيم وقحط عظيم ونقص في الغذاء والمطعومات كبير، فيفتن الناس في دينهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة بقائه، قال: يبقى في الأرض 40 يوما، أي من حين ادعائه بأنه رب العالمين. فأما يوم كسنة، وأما يوم فكشهر، وأما يوم فكجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. لما سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراعه في الأرض، قال: كالغيث استدبرته الريح، أي كالسحاب إذا ساقه الريح من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة. فأما مكة فهي حرم الله، وهي حرام على هذا الخبيث وعلى أجناسه، كما قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المدينة فهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حرام على الدجال وأمثاله أن يطأها. يأم المدينة فيقبل عليها، فإذا رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد. ثم كلما أراد أن يدخل المدينة من فجاجها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مسلطة تمنعانه من دخول المدينة، فينزل عندئذ في شمالي المدينة في أرض سبخة فيه ملتقى أوديتها تسمى بأرض الجرف، ذات ملح وسبخة، ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى الآن. فيضرب في هذه الأرض صيوانة وديوانة، فترتجف المدينة 3 رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. وذلك يا عباد الله حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. إخوة الإيمان، الدجال رجل مخلوق من بني آدم، يدعي أولا أنه ولي من أولياء الله، فيتبعه من يتبعه من الجهلاء والكفرة، لأن معه خوارق لا يستطيعون لها ردا. هي هذه الخوارق من استعانته بالجن والشياطين. فإذا عظم أتباعه ادعى أنه نبي مرسل إلى الناس، فيزداد الغوغاء من أتباعه حتى أبلغ شره وخطره في ادعائه بأنه رب العالمين. والله جل وعلا يؤيده بأنواع من الخوارق امتحانا وتمحيصا للناس، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ولا يرد دعوته إلا عباد الله المخلصين الذين آمنوا بالله ربا وأقروا له توحيدا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احذروا عباد الله، احذروا فتنة المسيح الدجال، واستعينوا بالله منها، وتعرفوا إلى الله بأسمائه وصفاته، فإن ربنا لا يخفى علينا. الله خالق والدجال مخلوق، الله واحد
أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، والدجال مولود من أبوين وهو عقيم لا ولد له. الدجال يرى في الدنيا، وربنا جل وعلا لا يمكن أن تراه العيون في الدنيا، لما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الدجال يقتله عيسى بن مريم عند باب لد في شمال شرقي بيت المقدس، والله جل وعلا حي قيوم لا ينام ولا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم. جاء ذكر الدجال بالإشارة والإيمان في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام في أواخرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدابة أو الدجال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم اعصمنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم اعصمنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم اعصمنا من فتنة المسيح الدجال، واعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إن الله يحب المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، يقول الإمام السفاريني رحمه الله: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرعة تتبع. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أخرى: من أدركه فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. بادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحة كما أرشد إلى ذلكم نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وقال الله: وإياكم فتنته وسائر الفتن. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة الكرام، اللهم وارض عن الخلفاء
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر صحابة نبيك أجمعين. وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان، وارض اللهم عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، واصرف عنهم بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.